السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ زمان مع سام. ازيكم حبايبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات، يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم. النهارده حبايبي ده روتين مش وصفة يعني. النهارده هنعمله فراخ بانيه، وهنعمله مكرونة بالفلفل، وهنعمله بطاطس مقلية. ماشي حبايبي. التتبيلة بتاعت الفراخ اهي، الفراخ اهي انا غسلاها وعاملاها في المنقوع بتاعها. وده عبارة عن بصلة مبشورة وطماطم مبشورة وبهارات فراخ وشعرة قرفة وفلفل اسود وبابريكا والبصل. هنحطه على بعض كل دوت، وهنحط شعرة ملح. ودي التتبيلة هنحطها على الفراخ يا حبايبي، زي ما انتم شايفين كده. كل ده هنحطه على الفراخ، وهنسيب التتبيلة دي في الفراخ تاخد وتدي كده مع نفسها. وهنبدأ نخرط الايه كده. انا حطيتها على بعضها حبايبي كده اهي. ولسه الخطوة التانية لما نيجي نحط البيض والبقسماط هوريها لكم. طبعا كلكم عارفين تعرفوا تعملوا الفراخ البانيه. ماشي حبايبي كده ايه. خلصنا من التتبيله بتاعت الفراخ، نسيبها على جنب. هنبدا نخلط البطاطس. هنقشر البطاطس تكون الميه غلت بتاعت المكرونه. قبل ما نقشر البطاطس نروح نعمله ايه؟ هنروح نعمله كده حبايبي. حطيت الزيت، هنعمل التقطيعه بتاعت الصلصه بتاعت المكرونه وسيبها عبال ما نسلق المكرونه. هنحط البصله تتشوح شويه، ما تحمرهاش قوي. نشوح البصله شويه كده. كده البصله اهي بتتشوح شويه يا حبايبي، وفي نفس الوقت احنا حاطين الميه تغلي بتاعت المكرونه. ماشي. قبل ما البصله تتحمر يا حبايبي هنقشر البطاطس. عشان البطاطس انا بغلي لها ميه واسقطها في الميه شويه كده. نخلص بقى كده البطاطس وارجع لكم تاني. كده حبايبي البصله دي بيضت اهي شويه، انا مش هحمرها خالص، مش عايزاها غامقه. هحط حته التومه وشويه الفلفل واسيبها بقى شويه على النار كده تاخد وتدي كده مع نفسها، وقبل ما احط ايه الصلصه. كده حبايبي البصله اتحمرت معانا اهي. هنحط معلقه صلصه، وهحط برطمان صلصه انا بكام. دي الصلصه اللي انا مسبكاها يا حبايبي. حطيت بس معلقه صلصه عشان ايه تزود الحمران بتاعها شويه. وهسيبها بقى، هبدا احدقها وهسيبها لحد ما الايه المكرونه تستوي. ماشي يا حبايبي. الميه بتغلي، هبدا اسقط المكرونه. الكميه الكبيره دي كانت كيلو، انا هحط زي نصهم كده عشان ايه ما تفضلش دي مكرونه يا دوبك على قد ايه الفطار. هسيب المكرونه يا حبايبي تستوى والصلصه تتسبك معايا. ماشي. وارجع لكم تاني بعد ما اطبق كله على بعض كده. الملح
وهحط الفلفل الاسود واسيب الصلصه بقى ايه تتسبك مع نفسها يا حبايبي، وهرجع لكم تاني بعد ما كله ايه يستوى ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. يا ريت تفطروا معانا النهارده، ده روتيننا النهارده. ادي البطاطس وجمالها مخرفشه ازاي، حطيها في ميه سخنه تديكي الخرفشه دي، وفراخ البانيه والمكرونه والسلطه الخضراء والكولسلول والمخلل المشكل، والسلطه الخضراء عليه حاطين عليها فرع نعناع والبنجر، وبالهنا والشفا. ويا ريت تفطروا معانا، وما تنسونيش بكومنت حلو منكم يا حبايبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.